هناخد يا ولاد درس يوم لا ينسى، وهنحل بس مع بعض الأمثلة اللي عليه اللي بنستخرج منها معاني المفردات. صفحة 257 سلاح التلميذ، ظهرت الصفحة؟ أيوة يا ميس. تمام. أول نشاط، اكتب المساعدات التي يمكن المشاركة بها في المواقف الآتية. دي هنحلها في الواجب، هنشوف ايه المساعدات اللي احنا ممكن نقدمها في المواقف دي ونكتبها. كندا دخلتي؟ يا ميس ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام. طيب احنا لسه كنا هنحل الأمثلة يا كندا، صفحة 257 على درس يوم لا ينسى. أول مثال اتفضلي اقرأي يا رقية. كنت مهموما طوال اليوم بسبب ضياع لعبتي. مهموما يعني حزينا. برافو عليكي، شدي تحتها خط. اللي بعدها يا نورين. نورين تاني واحدة. استغرق البيض دقائق ينضج. استغرق استغرق البيض يعني أخذ البيض يا نورين. استغرق البيض يعني أخذ البيض 10 دقائق لينضج. فريدة رقم 3. خرج اللاعب من المسابقة. لاعب من المسابقة لإخلال الشروط. لإخلاله بالشروط، يعني إيه لإخلاله؟ لا إخلاله. لا، خرج اللاعب من المسابقة لإخلاله بالشروط يعني تقصيره. إخلاله يعني تقصيره. اللي بعدها يا عمر. عندما ضللت الطريق. عندما ضللت الطريق أتتني فكرة الاتصال بأخي. جاءتني. برافو، أتتني يعني جاءتني. اللي بعدها يا أحمد. مضى وقت سريعا ولم أذاكر دروسي. مضى معناه مرة. برافو، مضى يعني مرة. اللي بعدها يا إياد. لفت نظري إعلان مسابقة فقررت اشتراك. لفت كذا. لفت نظري يعني إيه؟ يعني جذب. برافو. اللي بعدها يا جودي. حاضر يا ميس. كان أحمد في مقدمة الصف يليه مازن. يليه يعني يأتي بعده. برافو عليك، يليه يعني يأتي بعده. يبقى يا ولاد مهموما يعني حزينا، استغرق يعني أخذ، إخلاله يعني تقصيره. حد يعرف مضادها إيه؟ عكس إخلاله إيه؟ إخلاله تقصيره عكسها. اللي يعرف يقول على طول. اهتمامه. لا، التزامه. برافو، برافو يا إياد. التزامه. إخلاله يعني تقصيره، عكسها التزامه. أخل بالشروط، عكسها التزم بالشروط. أتتني يعني جاءتني. مضى يعني مرة، عكسها توقف. لفت نظري يعني جذب. يليه يعني يأتي بعده. ناخد بالنا يا ولاد إن معاني المفردات اللي بتبقى موجودة قبل الدرس دي بتبقى مهمة جدا، نحفظها كويس وناخد بالنا منها. نيجي بعد كده للصفحة الثانية اللي هو الدرس نفسه. صفحة كام عندكم؟ 258. 258. طيب يوم لا ينسى. نقرأ أول فقرة مع بعض. كيف سأنقل ما بالمكتبة من كتب وأرفف بمفردي؟
هذا مجهود كبير لن أستطيع القيام به وحدي. هكذا حادث العم سعيد نفسه وهو مهموم، فقد أعطى وعدا لصاحب المكان بتسليمه المحل غدا في الصباح، وهو لا يحب الإخلال بوعوده، كما أنه لا يمتلك أجر عمال يستأجرهم للقيام بالمهمة. وأتته الفكرة فسحب ورقة كبيرة وكتب عليها: سيتم نقل المكتبة اليوم للشارع المجاور، ونحتاج إلى أيادي الشباب للمساعدة. اتفضلي اقرأي يا كندا. كيف سأنقل ما به يوم لا ينسى؟ كيف سأنقل ما بالمكتبة من كتبي وأرفف بمفردي؟ هذا مجهود كبير لن أستطيع القيام به وحدي. هكذا حادث العم سعيد نفسه وهو مهموم، فقد أعطى وعدا لصاحب المكان بتسليمه المحل غدا في الصباح، وهو لا يحب الإخلاء بوعوده، كما أنه لا يمتلك أجر عمال يستأجرهم للقيام بالمهمة. وأتته الفكرة فسحب ورقة كبيرة وكتب عليها: سيتم نقل المكتبة اليوم للشارع المجاور، ونحتاج إلى أيادي الشباب للمساعدة. تمام، شكرا يا كندا. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني عم سعيد اهو واقف في المكتبة بتاعته وقاعد يتكلم مع نفسه ويقول: انا ازاي هنقل كل اللي في المكتبة من كتب وارفف لوحدي؟ ده مجهود كبير عليا وانا مش هقدر اعمل كده لوحدي. قاعد يكلم نفسه كده وهو حزين. ليه يا ولاد عم سعيد كان حزين؟ علشان هو ادى وعد لصاحب المكتبة او لصاحب المكان ده ان هو يسلمه المحل غدا في الصباح، وهو ما يحبش ان هو يخل بوعوده. كمان هو ما عندوش فلوس أو ما يمتلكش أجر عمال علشان يأجرهم يقوموا بالمهمة دي ويساعدوه إن هم ينقلوا الكتب معاه. بس جات له فكرة حلوة قوي، جاب ورقة كبيرة وكتب عليها: سيتم نقل المكتبة اليوم للشارع المجاور. المكتبة عايزين ننقلها النهاردة للشارع القريب، ونحتاج إلى أيادي الشباب للمساعدة. محتاج شباب يجوا يساعدوني. طيب، أول سؤال في الفقرة دي: لماذا كان العم سعيد مهموما؟ اتفضلي يا رقية. لأن هذا مجهود كبير لن يستطيع القيام به وحده. طيب وليه بقى؟ يعني ماشي أوكي، ده كان مجهود كبير، بس هو في الأصل كان زعلان ليه؟ لأن هو ادى وعد لمين؟ ثانية واحدة ميس. لصاحب المكان. يبقى لأنه، نكتب يا ولاد الإجابة: أعطى وعدا، أو لأنه أعطى صاحب المحل وعدا بتسليمه غدا. فاصلة. وهو لا يحب إيه يا كندا؟ وهو لا يحب الإخلال بوعوده، ولن يستطيع القيام بهذا العمل. تمام، ولن يستطيع نقل كل كتب وأرفف المكتبة واحدة. بس كده، لأن هو أعطى وعد لصاحب المحل بتسليمه غدا، ولن يستطيع نقل كل كتب وأرفف المكتبة واحدة. دي إجابة أول سؤال. طيب، تاني سؤال يا فريدة: ما الفكرة التي خطرت لعم سعيد لحل مشكلته؟ ما الفكرة التي خطرت لعم سعيد لحل مشكلتها؟ إيه الفكرة اللي جات له؟ قولي اللي انت فهمتيه. إن هو عمل إيه؟ هو جاب ورقة وكتب عليها. برافو. كتب عليها إيه؟ وإن هو عايز إن هو عاوز الشباب سيتم يساعدوه. نقل المكتبة للشارع المجاور.
ونحتاج إلى أيدي شباب للمساعدة. برافو عليك. يبقى الفكرة التي خطرت لعم سعيد أن يعلق ورقة يطلب فيها المساعدة من شباب المنطقة. دي الفكرة اللي خطرت لعم سعيد. طيب أنا عايزة كيف سأنقل ما بالمكتبة من كتب وأرفف بمفردي؟ بمفردي يعني إيه يا نورين؟ يعني إيه بمفردي؟ بمفرده يعني لوحده. تمام، بمفردي يعني وحدي. طيب هذا مجهود كبير لن أستطيع القيام به وحدي، هكذا حادث العم سعيد. يعني إيه حادث يا عمر؟ يعني إيه حادث العم سعيد نفسه؟ برافو، شد تحتها خط، شد تحت حادثة خط. حادثة يعني كلمة. برافو عليك يا عمر. أعطى هكذا حادث العم سعيد نفسه وهو مهموم. مهموم يعني إيه يا إياد؟ مهموم يعني إيه يا أحمد؟ مس مهموم يعني إيه؟ مهموم يعني حزين. يعني حزين. برافو، برافو أحمد. وهو لا يحب الإخلال بوعوده. الإخلال يعني إيه يا أحمد؟ قلناها في الأمثلة اللي قبل كده. يعني إيه الإخلال؟ تقصير. تقصير. طب مضادها قلناها برضو. الالتزام. الالتزام. الإخلال يعني التقصير، مضادها الالتزام. برافو يا أحمد. طيب كما أنه لا يمتلك أجر عمال. عمال جمع، مفردها إيه يا جودي؟ نعم يا ميس. مفرد عمال. عمال عامل. برافو، مفرد عمال عامل للقيام بالمهمة وأتته الفكرة. أتته يعني إيه يا كندا؟ أتته الفكرة يعني إيه أتته؟ أتته يعني جاءت جاءته. له. برافو. جاءت. طيب الفكرة مفرد، جمعها إيه؟ جمع الفكرة؟ الأفكار أو الفكر الفكر. أفكار. برافو. طيب قولي لي يا فريدة، سيتم نقل المكتبة اليوم للشارع المجاور. يعني إيه المجاور؟ طيب عارفة يا نورين؟ عارفة يا نورين ورقية وعمر، انتوا الثلاثة رافعين ايديكم، اللي عارف يقول. القريب. برافو، برافو يا عمر. المجاور يعني القريب، مضادها ايه؟ البعيد. مضادها يعني البعيد. برافو. يبقى المجاور يعني القريب، مضادها البعيد. كده يا ولاد خلصنا الفقرة دي. حد عنده سؤال فيها؟ لا. اوكي، نشوف الفقرة اللي بعد كده. وما هي إلا دقائق وكان ساهر يمر من أمام مكتبة العم سعيد بصحبة والده في طريقهما إلى النادي الرياضي الموجود بالحي كي يلعب الكرة. لفت نظره الورقة المعلقة على مكتبة العم سعيد، ولكنه قال لنفسه: الشباب كثيرون في حينا ووجودي لن يؤثر، ومضى في طريقه. بعد قليل مر عامر على المكتبة ولفت نظره الورقة نفسها، فتوقف قليلا ثم قال لنفسه: سأذهب للعب الكرة أولا ثم أعود للمساعدة لو كانت لا تزال هناك حاجة. هذا ما حدث أيضا مع فاروق الذي مر أمام المكتبة بصحبة أمه
لكنه لم يفكر كثيرا وقال أنا ما زلت صغيرا وهناك العديد من الشباب سيساعدون بالتأكيد. نورين اتفضلي اقرأي. وما هي الأصدقاء؟ وكان ساهر يمر من أمام مكتبة العم سعيد بصحراء في طريقه إلى النادي الرياضي موجود بالحي كي يلعب كرة الكرة. لفت نظره الورقة المعلقة إلى مكتبة العم سعيد. شكرا. ولكن كمل يا إياد. ولكنه قال لنفسه، هي إياد عند الماوس. إياد أنا مش سامعاك والمايك بتاعك مقفول، أنت معانا أصلا ولا لأ؟ ولكنه قال لنفسه الشباب كثيرون في حينا ووجودي لن يؤثر، ومضى في طريقه. بعد قليل مر عامر على المكتبة ولفت نظره ورقة نفسها فتوقف قليلا ثم قال لنفسه سأذهب للعب. شكرا. كملي يا جودي. سأذهب للعب الكرة أولا. ثم أعود للمساعدة لو كانت لا تزال هناك حاجة. هذا ما حدث أيضا مع فاروق الذي مر أمام المكتبة بصحبة أمه، ولكنه لم يفكر كثيرا وقال أنا ما زلت صغيرا وهناك العديد من الشباب سيساعدون بالتأكيد. تمام. يعني الكلام ده يا ولاد، يعني بعد ما العم سعيد أهو جاب الورقة وكتب عليها سيتم نقل المكتبة اليوم للشارع المجاور ونحتاج إلى أيادي الشباب للمساعدة، وعمل كمان إشارة على الشارع المجاور اللي هو الشارع القريب من المكتبة. ما هي إلا دقائق وكان ساهر الولد ده بيمر من قدام المكتبة مع والده في طريقهما إلى النادي الرياضي الموجود في الحي علشان يلعب الكرة. لفت نظره الورقة، يعني جذب نظره أو هو شاف الورقة اللي متعلقة على مكتبة العم سعيد، بس هو قال لنفسه الشباب كتير قوي في الحي بتاعنا ووجودي مش هيأثر، ومضى في طريقه، سار في طريق. بعد شوية مر عامر على المكتبة ولفت نظره برضو الورقة نفسها، فوقف شوية وبعدين قال لنفسه لا أنا هروح ألعب الكرة الأول وبعد كده هرجع تاني أساعدهم لو كانوا لسه محتاجين مساعدة. ده برضو اللي حصل مع فاروق اللي عدى من قدام المكتبة مع مامته، بس هو ما فكرش كتير وقال أنا لسه صغير وفي كتير من الشباب أكيد هيساعدوا. كل واحد فيهم استصغر دوره وكل واحد فيهم قال مش أنا وجودي هو اللي هيأثر في المساعدة، مع إن إحنا اتعلمنا إن إحنا دورنا حتى لو صغير أكيد هيأثر وأكيد هيعمل فرق. أول سؤال، لماذا ظن ساهر أن مشكلة العم سعيد سهلة الحل؟ اتفضل يا أحمد. أحمد. حاضر يا مس ثواني. اتفضل. ساهر أهو، هو فين ساهر؟ لا يوجد العديد من الشباب سيساعدونا بالتأكيد. برافو. استنى هو فين أصلا ساهر؟ أهو ساهر اللي هو ده أول واحد خالص. قال إيه ساهر؟ الشباب كثيرون في حينا ووجودي لن يؤثر. هو قال لنفسه كده. يبقى هو ليه ظن إن مشكلة العم سعيد سهلة الحل؟ هنقول لأنه ظن أن وجوده غير مؤثر وأن شباب الحي كثيرون.
ظن أن وجوده غير مؤثر وأن شباب الحي كثيرون. دي إجابة السؤال الأول. طيب إجابة السؤال الثاني، نورين، ماذا منع فاروق من المساعدة عند قراءته الورقة؟ فاروق فاروق أهو. فاروق قال إيه يا نورين؟ قال أنا ما زلت صغيرا. مكتبة أنا ما زلت صغيرا وهناك العديد من الشباب سيساعدون بالتأكيد. يبقى ماذا منع فاروق من المساعدة عند قراءته الورقة؟ لأنه قال أنه ما زال صغيرا وهناك العديد من الشباب سيساعدون بالتأكيد. طيب يا رقية، في طريقهما إلى النادي، النادي ده مفرد يا رقية، جمعه إيه؟ جمع النادي. نوادي أو أندية. برافو عليك، يبقى جمع النادي النوادي أو الأندية. شد تحتها خط. جمع النادي النوادي أو الأندية. طيب فريدة، جمع حي إيه؟ النادي الرياضي الموجود بالحي، جمع الحي الأحياء. برافو برافو يا فريدة. طيب لفت نظر جمع الحي الأحياء. قلناها يا فريدة خلاص. لفت نظره، لفت يعني إيه يا كندا؟ جذب. جذب. برافو يا كندا. لفت نظره الورقة المعلقة على مكتبة العم سعيد. السطر اللي بعده، مضى في طريقه. مضى يعني إيه يا عمر؟ مرة وصار، عكسها إيه؟ عكس سارة. على عكس سارة إيه؟ واحد كان بيمشي، عكسها واحد إيه؟ توقف. برافو عليك، توقف. مضى يعني سارة أو مرة، عكسها توقف. برافو يا عمر. طيب أحمد، آخر سطر. آخر سطر، وهناك العديد من الشباب. العديد يعني إيه؟ الكثير. الكثير مضادها القليل. برافو عليك، العديد يعني الكثير والمضاد القليل. نشوف الصفحة اللي بعد كده يا ولاد. شوف بس الناس اللي مجاوبة في الشات. برافو يا رقية وبرافو يا كندا. كندا ورقية مجاوبين كل الإجابات في الشات، برافو عليكم. شكرا. العفو يا حبيبتي. برافو كندا ورقية. العفو، شكرا ليكم انتوا. الصفحة اللي بعد كده هنشوف ايه اللي حصل لما محدش راح علشان يساعد العم سعيد، ويا ترى هو عارف ينقل الكتب اللي في المكتبة ولا لا. وهكذا مضى الجميع للعب دون أن يهتموا بمساعدة طلبها العم سعيد، ما عدا سليمان الذي غاب عن اللعب معهم رغم عشقه لكرة القدم. وحينما افتقدوه بعد المباراة صاروا معا للذهاب والسؤال عنه، ومروا في طريقهم بمكتبة العم سعيد ليجدوا سليمان جالسا مع العم سعيد أمام المكتبة. تعجب الأصدقاء وتساءلوا عما يفعله سليمان، فأجابهم العم سعيد حزينا: لم يحضر أحد لمساعدتي سوى سليمان، ولكن نقل الكتب يحتاج إلى مجهود كبير وسيستغرق وقتا طويلا،
لا يقدر عليه سليمان بمفرده. شعر الثلاثة بالخجل مما فعلوه وقرروا المساعدة بقدر استطاعتهم. فريدة اتفضلي اقرأي. وهكذا مضى الجميع. المايك مقفول يا فريدة، مش سامعينك. طيب قولي يا رقية. حاضر يا ميس. وهكذا مضى الجميع للعب دون أن يهتموا بمساعدة طلابها. العم سعيد وما عاد سليمان الذي غاب عن اللعب معهم رغم عشقه لكرة القدم. وحينما افتقدوا بعد المباراة صاروا معا للذهاب والسؤال عنه والمر في طريقهم بمكتبة العم سعيد ليجدوا سليمان جالسا مع العم سعيد أمام المكتبة. شكرا يا تعجب رقية. الأصدقاء. شكرا، كمل يا عمر. تعجب الأصدقاء وتساءلوا. عمر افتح المايك. تعجب الأصدقاء وتساءلوا عما يفعله سليمان، فأجابهم العم سعيد حزينا: لم يحضر أحد لمساعدتي سوى سليمان، ولكن نقل الكتب يحتاج إلى مجهود كبير وسيستغرق وقتا طويلا لا يقدر عليه سليمان بمفرده. شعر الثلاثة بالخجل مما فعلوه وقرروا المساعدة بقدر استطاعتهم. برافو. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني كل الولاد قروا الورقة اللي معلقها عم سعيد وما اهتموش ان هم يساعدوه، وكلهم مشيوا ما عدا سليمان، الولد اللي قاعد ده اللي لابس نظارة. ما عدا سليمان غاب عن اللعب مع اصحابه رغم عشقه لكرة القدم، رغم حبه الشديد لكرة القدم، بس هو فضل ان هو يساعد عم سعيد على ان هو يروح يلعب مع اصحابه. ولما اصحابه افتقدوه بعد المباراة راحوا مع بعض علشان يسألوا عنه، ومروا في طريقهم في مكتبة العم سعيد علشان يلاقوا سليمان قاعد مع العم سعيد قدام المكتبة. فالأصدقاء تعجبوا وسألوه إيه اللي هو بيعمله هنا مع العم سعيد. فالعم سعيد جاوبهم وهو زعلان وحزين، قال لهم لم يحضر أحد لمساعدتي سوى سليمان، محدش جه عشان يساعدني خالص غير سليمان، بس أنا مش هقدر أنقل الكتب أنا وسليمان لوحدنا. ليه يا ولاد؟ لأن نقل الكتب يحتاج لمجهود كبير وكمان هياخد وقت طويل، وده مجهود ما يقدرش عليه سليمان بمفرده. فعلشان كده الأصدقاء الثلاثة شعروا بالخجل من اللي عملوه وقرروا إن هم يساعدوا العم سعيد قدر استطاعتهم. جودي. نعم يا ميس. مبسوطة منك جدا يا جودي علشان بتقعدي من أول السيشن فاتحة الكاميرا وقاعدة ومركزة في كل كلمة، برافو عليكي. جاوبيلي على أول سؤال، ما سر غياب سليمان عن اللعب؟ لأنه فضل أن يساعد العم سعيد برافو. بدلا من اللعب. برافو عليكي. يبقى احنا هنكتب كده سر غاب سليمان عن اللعب ليه؟ لمساعدة العم سعيد. غاب سليمان. انا هقول مين اللي هيجاوب بعدها. كلمة فكري في السؤال اللي بعده عبال ما نكتب إجابة السؤال ده. غاب سليمان عن اللعب لمساعدة عم سعيد. كده السؤال اللي بعده، لماذا شعر الأصدقاء الثلاثة بالخجل؟ لأنهم خجلوا مما فعلوا وتركوهم العم سعيد. طيب هم خجلوا مما فعلوا، ايه اللي هم فعلوه؟ راحوا ايه؟ راحوا يلعبوا؟
الذهاب إلى لعب كرة القدم وعدم وعدم الانتباه لمساعدة طلبها العم سعيد. برافو عليك. يبقى شعر الأصدقاء الثلاثة بالخجل لأنهم ذهبوا للعب ولم يساعدوا العم سعيد. برافو عليكم. طيب أنا عايزة فريدة، انت جيتي ولا لا يا فريدة؟ لأن احنا كنا عاوزينك تقرأي، ما كنتيش موجودة. لا مثلا ما كنتش سمعتك. طيب قولي لنا يا فريدة، يعني ايه عشقه رغم عشقه لكرة القدم؟ أشكري حب شديد. برافو برافو. عشقه يعني حبه الشديد. عكسها ايه يا رقية؟ كره. كرهه. برافو. عكسها كرهه. برافو عليك. يبقى عشقه يعني حبه الشديد والمضاد كرهه. طيب قول لنا يا إياد، لم يحضر أحد سوى سليمان، يعني إيه سوى؟ سوى سليمان. لم يحضر أحد لمساعدته سوى سليمان. سوى يعني غير سليمان يا إياد. طيب قول لي يا إياد، نقل الكتب يحتاج لمجهود كبير وسيستغرق وقتا طويلا، يعني إيه يستغرق؟ يستغرق يعني يمد. جاوبنا عليها في الأمثلة. عارفة يا نورين؟ أحمد؟ يأخذ. برافو. يستغرق يعني يأخذ. يستغرق وقتا يعني يأخذ وقتا. هيا يا ولاد، خلصنا إجابات الفقرة دي؟ أيوة يا ميس. ثانية واحدة أنا بكتب بس في آخر حاجة. أوكي يلا بسرعة. أحمد بس هو اللي لسه ما قرأش وفريدة، صح؟ الباقي كله قرأ. استعد يا أحمد علشان هتقرأ الفقرة الجاية. خلاص يا ميس كتبت. أوكي. شكرا يا ميس. العفو. قال فاروق: يمكننا جمع كل أصدقائنا والوقوف في خط على مسافات بين المكتبة القديمة والجديدة، ويسلم كل منا الكتب لمن يليه بالتتابع، كما تعلمنا في الرياضيات، حيث يكون لكل منا رقم وكل رقم يسلم لمن يليه حتى ننتهي من نقل جميع الكتب. نفذ الجميع الفكرة بسرعة ونشاط، بينما ترتسم الابتسامة على وجه العم سعيد الذي فوجئ بالانتهاء من نقل محتويات المكتبة في أسرع وقت. أنهينا المهمة في ساعة واحدة، هكذا قال سليمان، وأضاف: كن كالفراشة، أثرك لا يرى ولكنه لا يزول. نظر إليه ساهر وقال: نعم، جميعنا يستطيع أن يؤثر مهما صغر حجم ما نقوم به. تفضل يا أحمد. قال فاروق: يمكننا جمع كل أصدقائنا والوقوف في خط على مسافات بين المكتبة القديمة والجديدة، ويسلم كل منا الكتب لمن يليه بالتتابع، كما تعلمنا في الرياضيات، حيث يكون لكل منا رقم وكل رقم يسلم لمن يليه حتى ننتهي من نقل جميع الكتب. نفذ الجميع الفكرة بسرعة ونشاط، بينما ترسم الابتسامة على وجه العم سعيد الذي فوجئ بانتهاء من محتويات المكتبة في أسرع وقت. شكرا. كملي يا فريدة. أنهينا المهمة في ساعة واحدة. أنهينا المهمة في ساعة واحدة. هكذا قال سليمان.